بصوا الفطيرة دي، بصوا جمالها وحلاوتها وطعامتها. بصوا بقى الجمال والحلاوة، يا خراشي عليها. والتخن ومقرمشة من فوق وطرية من جوه. تعالوا نشوفوا عملنا الجمال ده كله ازاي وكلناها مع ايه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، بصحة وعافية. آه، يعني اللي زهق من الأكل وزهق من اللحمة وزهق من الطبيخ والحاجات دي والرقاق، تعالوا نشوفوا الأكل الخفيفة، الغدوة الخفيفة أو العشوة الخفيفة على حسب كل بيت هياكلها ازاي وبإيه. فهنا حطيت في العجان كيلو دقيق، رشة ملح، مية للعجن. المية بقى على حسب لحد ما تتكور كده وتديني عجينة طرية ناعمة ملساء كده. وهي شكلها بيبان على فكرة، يعني زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بصوا، عطتني المطاط كده زي المطاط كده، يعني خلاص نعمت وبقت حلو. فانا حطيت بقى، انا هعملها الكور بالميزان عشان تطلع عندي فطيرة مية مية. فجبت الطبق ده وبأكد لكم اهو، انا حطيت عليه كيس مكرونة عشان اوريكم ان هو ايه. انا صفرت الطبق وهنبتدي نوزن على الطبق. يعني الحتة 70 جرام أو 69 أو 71، ماشي. يعني مش أكتر من كده، يعني يعني جرام واحد كده، نص جرام، فمش مشكلة عشان تسعفي نفسك يعني. في نفس الوقت تديكي الفطيرة بنفس الشكل وبنفس المقاس وبتاع. طالما بتوزني كده بصي، يعني لو 71 72 ماشي، 70 ماشي، 71 ماشي. ما تطلعش عن كده، ما تبقاش 80 ولا لا، مش هينفع. فاهمين؟ نفس الموضوع ده كده انا بنعمل واكورها ودهنا صينية سمنة وبرصص فيها لحد ما اخد الكمية اللي انا عايزاها للفطيرة. يعني دي او ممكن 69 تمشي. فاهمين يا حبايبي؟ اللي يجي بقى معاكي، مش هتقعدي بقى بصي حاجة وتمانين، لا ما تنفعش. اه كده بصوا بالشكل ده اللي احنا شايفينه ده. ندهنهم سمنة ونسيبهم يريحوا. ماشي. الكيلو دي عمل لي فطيرتين محترمين محترمين محترمين. سيبيهم بقى ساعة اتنين تلاتة، شوفي حالك بقى في بيتك واعملي اكلك واعملي شربك واعملي اي، روحي مشوار وتعالي واركنيهم. نفس تغطيهم، دهنيهم سمنة وغطيهم كده، سيبيهم بقى يرتاحوا خالص. احنا سيبناهم تقريبا حوالي 4 ساعات تقريبا يعني، لان انا حطيتهم ونسيتهم بقى عشان تاخدي نتيجة حلوة وفطيرة حلوة فلاحي اصلي مية مية. بالشكل ده تحطي صباعك فيها كده من غرز كده، يبقى هي مية مية. طالع تاني ما ينفعش، يبقى كده هي ما هي ما فيهاش خميرة، بس احنا نقول عليها كده، نقول عليها خمرت يعني. فبصوا تلاقوا الحتت كلها قد بعض قد بعض، يعني شبه بعضها، يعني مش هتلاقي واحدة كبيرة قوي. اللي اكبر منها بيبقى جرام بتاع كده يعني. بتحطيها في السمنة السايحة دي. السمنة انا عاملاها لكم برضو، عامله لكم طريقة السمنة. هوريها لكم وتشوفوها بقى. مش عارفة بس انه فيديو اللي هينزل الاول. بس انا عاملة السمنة دي في البيت وعاملاها سمنة بلدي. وطعم البلدي ما اقولكوش عامل ايه في الفطير. بيخلي، مش الريحة يا جماعة مش عارفة اقول لكم ايه، والله بتبقى تحفة تحفة. تحس ان انت قاعدة في الفلاحين فعلا، فلاحي اصلي. هنفضل نعمل كده لحد ما الكمية كلها تخلص، كمية الفطيرة الواحدة. ماشي بالشكل ده. هتفضل تفردي وتحطي دي جواها، ولا تورقيها ولا تعمليها ولا تخففيها كده تتقطع ما تتقطعش. فانت ايه، زي ما انت شايفة كده، زي ما انت شايفة بالظبط يعني. وخليكي جدع كده واعملي، والحاجات دي بتبقى جميلة في البيت والله. مش مكلفة، متاخدش الا سمنة بس. وبعدين في ناس بيحطوا سمنة وزيت، انا والله حطيت سمنة بس عشان تحسي انك بتاكلي فطير حلو دسم كده لاولادنا
واحفادنا لسه طالعين يعني من الامتحانات، ونعمل لهم حاجة جميلة كده يحبوها. كمان بتبقى حلوة قوي قوي في الفطار بجد يعني، او العشاء يعني، غير الغدا بجد يعني، انا عن نفسي يعني. فشايفين؟ خلاص كده اخر واحدة اخدت حوالي 13 واحدة تقريبا. هما 13 واحدة، انا قسمتهم تقريبا، واحدة 12 واحدة 13 حاجة كده يعني. فهنحطها برضو هتريح لها بتاع ساعة عشان تاخدي فطيرة حلوة بقى ومورقة وجميلة. دهنيها كده وغطيها. بصوا بقى هتتفرد دلوقتي، هتتفرد ازاي عشان تديكي ان انتي عاملاها فلاحي فلاحي اصلي. فاحنا هنحط لها ايه؟ هنحط لها قشطة من فوق. القشطة بتاعتنا بتاعت البيت اللي بنشيلها من وش اللبن، هي دي اللي بنعمل منها السمنة، هي دي الأصل يعني يا جماعة. يعني خير في البيت والله العظيم، بيبقى جميل أوي السمنة والقشطة دي لما بتتعمل من تعمل منها السمنة، بتبقى هي دي الأصل. تعمليها على ايدك كده، متعرفيش بره بيعملوا ايه وبيغشوها بايه. فأحسن حاجة ان انت كل حاجة تعمليها بإيدك. بس بالله عليكم اللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش في اللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، وتقولوا لي رأيكم، لأن رأيكم يهمني جدا بجد يعني. أنا أول مرة أعمله على القناة، فعايزة رأيكم عشان رأيكم يهمني جدا. ولو عملتيه بنفس الطريقة بتاعتي وطلع حلو، ما تنسيش انك تقولي لي او تدعي لي. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب وايدينا والصينية زي ما احنا شايفين صينية بيتزا، عشان خاطر مش صينية طبيخ كده وبطاطس وكده، لا صينية اللي هي اللي بتاعت البيتزا دي، بتبقى جميلة في السوا، بتحمر الوش وكله زي ما احنا عشان غرقناها بها قشطة عشان تبقي بتاكلي حاجة دسمة فعلا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. على فكرة حاجة بسيطة ومش مكلفة يعني، بس والله دي تروحي تجيبيها غالية جدا وريحتها وحشة. بصوا قبت ازاي، بصي عاملة ازاي والجمال ازاي. بصوا صوتها مقرمشة وطرية من جوه، فالمنظر تحفة تحفة والله. أول ما تطلع نغطيها بكيس بلاستيك كده اللي كنا مغطيين بيه، نغطيها كده ونسيبها شوية ترتاح، وفي نفس الوقت ايه تطرى. بس زي ما انتوا شايفين كده، عشاء بقى فطار بتاع غدا برضو مفيش حتة جبنة قديمة، وده عسل اسود ومربى. عندنا كان مربى فراولة، جبنة قريش، جبنة بيضة. في ناس كمان، بصي هي ايه، بنتي بتوريكي التوريقة يعني، بتوريكي التوريقة بتاعتها جميلة. في ناس كمان بتاكل عسل ابيض بالقشطه بالفطير. فاللي موجود ده اللي موجود عندنا في البيت، القشطه خلصت القشطه راحت في الفطير. ف وما عندناش عسل ابيض، نسكت؟ لا ما نسكتش، نجيب عسل اسود ونحط برضو، هنمشي اليوم يعني. لان العسل ده وده مش بيتقطع من عندنا من بيتنا يعني، الابيض والاسود. بصوا هي عايزة ايه، هي عايزة توريكي ان هي مورقة وجميلة وحلوة كده. والله ربع الفطيرة، انا اكلت ربع فطيرة بس ما قدرتش ان انا اكمل والله، كبيرة وتخينة كده ومالية مركزها. فطيرة محترمة محترمة، تسلم ايدك يا بنتي يا حبيبتي، البنت اللي هي اللي عملتها لي، تسلم ايدك يا روحي، ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. بصي بقى هي هتاكلها بالعسل، يلا بتغمس للي عايز. هي اول واحدة دقت، هي كلتها، هي بتحبها بالعسل الاسود عشان كده عملت كده. اللي عايز بقى جبنة قديمة هتديله، واللي عايز مربى ماشي من الاولاد زي ما انتوا شايفين كده. بس انا ايه، اتمنى يكون الفيديو خفيف على قلبكم كده وحلو وجميل ونفعكم وانا اللي هاكل اللي بالجبنه القريش دي. ولو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والدعوه الحلوه،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.